طعمه حلو بصراحه، طعمه حلو جدا، فاجئت بيه بصراحه. يعني الناس اللي على الطريق بس حراق جدا في نفس الوقت، في نفس ذات الوقت هو حراق. اللي هو ده اللي عايز يطلب بس خلي بالكم هو حراق جدا. انا مع اني مش حراق بس هو طلع حراق قوي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على بركه الله طالع مشوار لمدينه الرياض ان شاء الله. بحاول اصور لكم بعض الحاجات الحلوه على الطريق، الاستراحات او الاشياء اللي ممكن تكون اشوفها يعني ممكن تستاهل انها تتصور، وان شاء الله نروح ونرجع بالسلامه. الساعة دلوقتي 4:43 دقيقة صباحا، وإن شاء الله هنتحرك. طريق متوقع إن شاء الله ياخد حوالي 4 ساعات يعني. ربنا يوصلنا بالسلامة إن شاء الله على خير. نبدأ كده ونمول بنزين فول تانك عشان إيه الطريق إن شاء الله نوصل على خير. أصورك؟ لا تصورني. كيف حالك؟ كيف عيدك؟ تمام؟ الحمد لله بخير ونعمة. بسلم. كيف حالك؟ كل عام وأنت بخير. مش هطلعك في الصورة ما تخافش. لا مش هطلعك، لا تقلقش. فول تانك. ها؟ فاتح بث؟ إيه؟ فاتح بث؟ لا مش بث، بس يوتيوب ان شاء الله. فاتح بث يوتيوب. 70 ولا فل؟ فل. ما شاء الله عندكم هديه على الفول تانك هنا. عندك هديه كل المناديل دي على الفول تانك. ايه تعبي بكم؟ ب 70 تاخذ واحدة. 70 تاخد واحده بريال. يلا ماشي. لا اقل من الريال هذا. كمان اقل من ريال؟ اقل من الريال. تعجبني وانت صريح. الكرتون فيه 36 حبة. 36 حبه ما شاء الله. ماشي تقريبا ب 27 ريال. الله يبارك لك يا سيدي. الراجل ادانا علبتين مناديل مش علبه واحده يعني ما شاء الله. سهل يا عم. الله يخليك يا حبيبي. فول تانك على بركه الله. إلى اللقاء يا مدينة الخبر على خير إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أهون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وها هي اللوحة الإرشادية تقابلنا هي على الطريق بتقول لنا إن إحنا في اتجاه الرياض إن شاء الله. زي ما قلت لكم هي 4 ساعات 400 كيلو نوصل بسلامة الله إن شاء الله. في لوحات تانية بتلاقي مكتوب عليها مكة، الرياض مكة المكرمة المدينة المنورة. يبقى لها جو حلو كده في اتجاه مكة والمدينة. الجو جدا بيبقى حلو. جو الصبح شروق الشمس هو بدأ والشمس طلعت. الأجواء حلوة ومش حر. الجو كده جميل وأنا بحب أسافر في الأوقات اللي زي كده. يبقى لسه الواحد في نشاط كده وكمان الجو مش حر، فتستمتع بالطريق وتستمتع بالمناظر اللي هتشوفوها على الطريق ان شاء الله. طبعا هو الطريق زي ما انتم شايفين كده احنا ماشيين في منطقه صحراويه، ولكن هو مش كل طبعا الطريق مناطق صحراويه. بتقابلنا في البدايه كده بتقابلنا مدينه صغيره اسمها بقيق او جيج زي ما بيقولوا عليها، وفي باين عرعره، وبعدين بنبدا على الخط كده في استراحات هتشوفوها، استراحات مميزه فيها خدمات نظيفه جدا الصراحه. هنوقف في كذا استراحه ان شاء الله ونوريكم ايه اللي هتشوفوه على الطريق. الجو بدا يحرر والشمس طلعت وبدا كده ايه الدنيا تسخن واحده واحده ان شاء الله. الجو نوصل كده قبل ما تبقى حر بزياده. والله مناظر جميله جدا. شوفوا الكثبان الرمليه والرمل والحاجات دي لها جمالها يعني سبحان الله. شيء جميل جدا جدا يعني. درجة الحرارة هي بقت 31. الجو بدأ يحرر واحدة واحدة. اتوقع تعدي ال 40 بعد شوية أكيد طبعا مع حرارة الشمس. واحنا ماشيين في منطقة زي ما انتم شايفين كده
فالجو هيحرر يعني، ربنا يعيننا ونوصل ان شاء الله قبل ما نتحرر عن كده. وان كنا كده كده في الرجعه يعني هناخد نصيبنا من الحر، فربنا يعيننا ان شاء الله ونوصل بالسلامه ونرجع بالسلامه. بحاول بقدر الامكان اوريكم كده يعني مشاهد مختلفه للطريق، بحيث ان انتوا تعيشوا معايا الجو والرحله. داخلين على استراحة اهوت، نحاول كده ناخد نشرب حاجة عشان نصحصح، ونشوف كده ان شاء الله هنلاقي في الاستراحة دي. استراحة نشرب قهوة نرفرش تفريز. السلام عليكم. Good morning. Morning, boss. I would like one cappuccino, small size. Skim milk you have? Yes, I have a skim. Skim milk. And one water, please. Sugar, boss? No No. sugar. طبعا الاستراحة دي على الطريق ما شاء الله فيها أكتر من كافيه، فيها ماكدونالدز، فيها ماركت صغير، طبعا فيها أكتر من حاجة يعني، استراحة كويسة. Thank you brother. Thank you. بسم الله. Water? Yes. Thank you. With extra sugar, sir? Huh? Extra No sugar? sugar, no sugar. Thank you. في هنا جامع صغير طبعا مقفول دلوقتي غالبا، مش عارف. في صالون، حتى صالون حلاقة كمان، كرك بوفيه يعني. السلام عليكم. هاي هذه المحطة لفت فيها لفة كده سريعة عشان الناس تشوف. يعني وفيها حاجات كتيرة ما شاء الله يعني، وفي استراحات على فكرة كمان في الطريق فيها حاجات أكتر من كده يعني. بس دي كمان استراحة ما شاء الله كويسة يعني. إن شاء الله القهوة تكون برضه مميزة، حلوة القهوة جميلة ما شاء الله. وادينا بدأنا نشد تاني ونكمل طريقنا عشان ما نتأخرش. شوفوا ما شاء الله الجمال اللي على الطريق دي، عدت من شوية ما لحقتش اصورها وظهرت تاني اهي ما شاء الله تبارك الله. الجمال موجود على الطريق. طبعا مش مع نفسها كده، اكيد لها طبعا راعي او لها يعني واحد صاحبها يعني هو اللي بيرعى بيها هنا ويتحرك بيها في المكان للتاني يعني. الحمد لله وصلت الرياض من كام ساعة كده، والحمد لله خلصت مشواري في القنصلية المصرية وكانت ميسرة ربنا يسر الحال، وعملت كام مشوار تاني في الرياض. الدنيا كانت زحمة، ما قدرتش ان انا اصور لكم يعني بعض الحاجات، فيعني سامحوني، ولكن ان شاء الله هنتوجه عائدا او راجعا ان شاء الله لمدينة الخبر، ولو في حاجة تستاهل وتستحق التصوير اصورها لكم برضه في الطريق الى الخبر بسلامة الله ان شاء الله. الاستراحة ديت انا دخلت استراحة اهوت، انا راجع من الرياض، فيها ما شاء الله فيها كذا حاجة، شاورما، فيها
فوال معرفش شغال ولا لا، بس ممكن يكون ده في الفطار بس مش موجود شغال دلوقتي يعني. الغريبة بقى ان فيها محل اسمه محمصة مرسى مطروح. محمصة مرسى مطروح يعني فيها حتى فيها باسكن روبنز، فيها بيتزا، فيها حتى ما شاء الله فيها حاجات كتيرة، مطاعم يعني اللي عايز هنا. وفيها محمصة مرسى مطروح يعني حاجة كده لافتة ان هو مرسى مطروح حاضرة هنا يا جماعة. اهل مرسى مطروح انتوا حاضرين في الرياض، شايفين محمصة مرسى مطروح. ماشي. انا عايز حاجة لان انا بتسطل، عايز اشرب حاجة عشان بتسطل. انا شربت من شوية قهوة بس خلينا نشرب شاي بقى دلوقتي يمكن يصحصحنا شوية. كنت اجيب كرك، طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الشاي الكرك، فقررت ان انا هشرب كرك دلوقتي. ممكن بعد شويه نقعد تاني لما ناخد قهوه بقى من اي مكان، بس المره دي فليكن كرك اسمه كرك جدي، معرفش ان شاء الله يطلع حلو يعني. طب يا جماعه انا جبت الشاي الكرك بتاعي ده، بس جبت كمان من عندهم كرك جدي اهوت. جبت سندوتش كده مسمينه دجاج مكسيكي بس هنجربه جبنه، وجبت كمان سندوتش بيض مع الجبنه. ما حبيتش ان انا ارمرم قوي بصراحه. نجرب وان شاء الله يكون طعمه حلو يعني، والمحل شكله نظيف لا يحل. طبعا هو ده خبز شباتي، خبز شباتي كده، خبز بيبقى هما خابزينه فريش، وده بيبقى بصراحه مغري انك تاكل بيه. وده انا هجرب، قررت ابدا بالفراخ، مش عارف عايز اجرب الفراخ وبعدين بعد كده ناكل بيض يعني. فهو ده، وده الفراخ جواه مش عارف باين ولا ايه. طعمه حلو بصراحه، طعمه حلو جدا، فاجئت بيه بصراحه. يعني الناس اللي على الطريق بس حراق جدا في نفس الوقت، في نفس ذات الوقت هو حراق. اللي هو ده كرك جدي. اللي عايز يطلب بس خلي بالكم هو حراق جدا. انا مع اني مش حراق بس هو طلع حراق قوي يعني. وده سندوتش البيض مع الجبنه، سندوتش بيض مع الجبنه يعني. هو مفيش فيه افتكاسه، هو بيض مقلي مع جبنه يعني. كويس انا بدات بالفراخ لانه حراق، يمكن البيض يهدي شويه يعني، واتوقع ان هو حلو ان شاء الله. خلونا نجرب ندوق كده. عادي بيض مع جبنه يعني بس حلو. حلو. العيش بصراحه هو اللي مشجع جدا الاكل. العيش حلو، بيض مع جبنه. نجرب بقى الشاي الكرك بتاعهم، الشاي الكرك يعني. قلت الموضوع ده مره، نجرب كده ونشوف. حلو مختلف شويه عن اللي انا متعود عليه بس حلو يعني. في المجمل التجربه الحمد لله ايجابيه، وكان حلو ان الواحد جرب يختار كده ياخد الشاي الكرك ده على الطريق. طبعا في حاجات تانية موجوده بس انا ما حبيتش اجرب حاجه معتاده يعني. في ماكو وطعم التانية موجوده بس حبيت اجرب شيء شويه مختلف. ننطلق وان شاء الله ممكن نقف بعد شويه تاني، لان اتوقع ان انا احتمال كبير اتسطل تاني، فاحتاج ان انا اشرب قهوه او حاجه. احنا هنكتفي في هذه الاستراحه الجميله بما الحمد لله ربنا رزقنا به. شكرا يا راعي الكرك، صحصحنا وفوقنا، ونبدا نرجع تاني نمسك الخط بتاعنا. والحمد لله ربنا يعني ييسر لنا الحال كده في اللي جاي ان شاء الله. هنا كمان مزاج مغربي، شاي مغربي يعني، على بركة الله. إلى الدمام والخبر إن شاء الله. طبعا الدمام والخبر جنب بعض، عشان كده بتلاقي اللوحات الإرشادية كاتبة لك الدمام والخبر يعني، بس احنا طبعا متوجهين لمدينة الخبر إن شاء الله. اللافت إن في استراحة تانية بعدها على طول نشوفوا فيها برضو مطاعم كتير وكافيهات، وما شاء الله جدا جدا نظيفة، واضح يعني لا تقل عن اللي احنا كنا فين فيها. شايفين؟
الخط بيخلي يعني وانت قريب من الرياض بتلاقي في استراحات قريبه، وبعدين بعد تطلع تبدا الدنيا تهدى شويه، وبتلاقي برضو بعدها بشويه تلاقي استراحه تانية. يعني الحمد لله الخط استراحات كل مسافه تقدر ترتاح فيها وتمون وتشرب حاجه، تمون عربيتك، تمون معدتك كده يعني. وهكذا يا ساده. انا فاكر ان انا بصور والتليفون ما كانش بيصور اصلا يعني، فانا كنت بتكلم وبقول احنا معدين على استراحه كان فيها برضو مطاعم مشهوره ومفتوحه، مش بس المطاعم الصغيره او الغير معروفه يعني، او الكافيتريات الصغيره او البوفياوات الصغيره، جمع بوفيا، مش عارف جمع ايه، بوفياوات ولا ايه بالظبط، حد يقول لي. فاللافت ان بقى في كتير من الاستراحات بقت فيها المطاعم دي، تلاقي فيها ماكدونالدز، برجر كينج، بيتزا، كافيهات، ممكن تلاقي كمان زي في الطريق احنا جايين كنا جيفريز من شويه، وفي ستاربكس موجود كمان، كان في دانكن دونتس. فيعني بقت الاستراحات مميزه جدا على الطرق، وده بيوفر لك ان انت يعني كل شويه كده تقدر تقف وتستمتع وتريح وتلاقي حاجه كويسه انك ممكن تاخدها كسناكس على الطريق او تشرب قهوه يعني. انا مش بحب اجري على الطريق، الواحد كان بيجري زمان، دلوقتي عاقل شويه الحمد لله يعني. دي 100 بتعتبر سرعه عاديه خالص، اللي هو الناس بتعدي ساعات 140 150 تقدر. يمكن في كاميرات ساهر بطولة المخالفات دلوقتي كمان قللت كتير موضوع السرعه الحمد لله، لكن لسه في ناس بتجري برضه. المهم ان احنا ما بحبش اجري، ما تفرقش كتير في الوقت قوي على فكره. لما تفتح في الطريق هي المسافه حوالي 4 ساعات 400 كيلو، ما تفرقش، ما بتوفرش كتير قوي لما انت تدوس سرعه يعني، او لو انت مشيت على 100 تجربه يعني. دي بقى استراحه ساسكو، واحده من الاستراحات اللي هي الكويسه جدا على الطريق، وبرضه فيها زي ما قلنا من شويه مطاعم كتير وحاجات، فيا رب نلاقي فيها كده ايه قهوه كويسه علشان خاطر نجيبها ونصحصح، وبعد كده ما اتوقعش ان هقف تاني بقى ان شاء الله، نشد على ايه بدون توقفات على الخبر ان شاء الله. نشوف كده فيها، اتوقع فيها جيفريز برضو، ما فيش فيها حدث ستاربكس، بس هي ديت ساسكو من الاستراحات المميزه والنظيفه على الطريق في الاتجاهين يعني. فيها ماكدونالدز، فيها حاجات كتيره. ناخد لكم لفه تشوفوا اهو، يلا عشان تشوفوا. بنشر، ربنا يبعد عننا البنشر، محتاجش مش الحمد لله. وادي برضو مطاعم مختلفة، هنا برضو شباتي اهوت وكرك. احنا لا شكرا، احنا خدنا من الكرك اللي فات، اللي هناك شكله انضف على فكرة. بيتزا، ماكدونالدز، وده ماركت. وادي جيفريز قهوة، احنا نجيب قهوة. السلام عليكم. كابتشينو سمول سايز كم ملك؟ سمول سايز. ثانك يو. نوقف عدله شويه عشان حاسس ان انا واقف بعيد عنه، احتاج ان انا اعمل ستريتشنج عشان ان انا اوصل له. نسيت اطلب ميه، محتاج اطلب منه ميه، مش بيبص على شغل. ووتر، فهم ما شاء الله. جاب واحده قلت له 2. جميل في شجر كده فاشي، شايفين الدنيا برضه حلوه يعني. اوكي It's okay shooting it. Video okay. Thank you. هذا جوفريز هنا. بس نتوكل على بركة الله. ما اعتقدش بقى ان انا كده ايه يعني ان شاء الله ما اقفش. معنا
لله. ما اعتقدش ان هاشتاج هنقف ان شاء الله. ربنا يسهل كده ونخليه مصحصح بس، ونكمل على طول ان شاء الله لغايه الخبر على خير ان شاء الله. طبعا ما شاء الله انتوا قاعدين معايا دلوقتي، يعني الفيديو يمكن داخل اهوت في تلت ساعه. جيتوا من الخبر، رحتوا الرياض وراجعين، لكن طبعا في الحقيقه الموضوع خد معايا يعني زي ما قلنا 4 ساعات وانا رايح، وخلصت المشاوير بتاعتي في الرياض وراجع دلوقتي الساعه حوالي يمكن 1. وان شاء الله نوصل اتوقع حدود 5 6 ان شاء الله باذن الله يعني. فيعني حاولت بقدر الامكان ان انا اوريكم كده، يعني زي ما انتم شايفين الطريق، الدنيا، بعض الحاجات اللي قدرت عليها. سامحوني لو في حاجات يعني ما كانش على قد المستوى في الفيديو، لكن بنحاول ان احنا نطور واحده واحده ونقدم شيء ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله نوصل بسلامه الله، ودايما نعمل لكم حاجات حلوه ان شاء الله. هانت يا قوم، هانت، تعبتوا معانا معلش. قربنا ان شاء الله على الخبر باذن الله، كلها شويه كده يعني فوق ال 100 كيلو كده وهنوصل ان شاء الله على خير باذن الله. الحمد لله على بركه الله وفضل الله، زي ما انتم شايفين مع غروب الشمس وصلنا لمدينه الخبر الحمد لله. الطريق طول شويه، يمكن انا ريحت في الطريق، تعبت جدا فقلت اني اريح. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ما تنساش تشترك في القناه لو انت مشتركش، اعمل شير وتابعنا، واعمل تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات جديده تعجبكم عن مدينه الخبر والحياه في السعوديه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.